قام إليه رجل من صلب أبيه، يعني سيد ابن رسول الله، فيقول: يا هذا، والعياذ بالله، ماذا تصنع؟ يقول للإمام: يا هذا ماذا تصنع؟ يدعون البترية، عليهم السلاح، فيقولون له: ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة. إن استقرار الإمام عليه السلام في العراق يعني أن دولته قد أصبحت شاملة لليمن والحجاز وإيران والعراق وبلاد الخليج، مما يمكنه من إعداد العدة لأعدائه الذين سيلاقيهم بجيشه في مرج عذراء قرب دمشق، وهم خليط من السفيان والروم واليهود، وهي أحداث كبرى ليس هنا موضع سردها. كما والجدير بالذكر أن استقرار أمر الإمام عليه السلام في العراق يحتاج إلى جهد وإقامة حجة، فهو سيواجه تيارات فكرية قد تجذرت في النفوس ليست لتعطي قيادها بسهولة. فقد قال الباقر عليه السلام: إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيخرج منها 10,000 نفس أو 1000 نفس، يدعون البترية، عليهم السلاح، فيقولون له: ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة فيقتل كل منافق مرتاب ويقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وعلا. إذن فإن القاعدة ليست كما يريد عليه السلام، بل إن 10,000 تجاهر في عدائها العام من جهة، وفي العداء الخاص لبني فاطمة عليها السلام، وهو خلاف ما عليه السنة الحتمية من انحصار تحقق مشروع العدل من خلال أحد بني فاطمة عليها السلام. هذا هو خلاف أيديولوجي عميق يحتاج إلى تقويم يصل إلى حد استعمال السيف، وهو ما يحصل في الواقع. لكن لعلنا نجد في بعض الروايات جنبة اضطراب في تشخيص الحق وصاحبه لا يصل إلى حدود الخروج عن الملة الموجب للمواجهة. ففي رواية عن الباقر عليه السلام قال: حتى إذا بلغ الثعلبية، وهي منطقة، قام إليه رجل من صلب أبيه، يعني سيد ابن رسول الله، وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه، ما خلا صاحب هذا الأمر، يعني أشجع شخص بعد الإمام، فيقول: يا هذا، والعياذ بالله، ماذا تصنع؟ يقول للإمام: يا هذا ماذا تصنع؟ فوالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم، أفبعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله أم بماذا؟ فيقول المولى الذي ولي البيعة، يعني كبير وزراء الإمام: والله لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك. فيقول القائم: اسكت يا فلان، لوزيري، هدي. إي والله إن معي عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات يا فلان العيبة أو الزنفيلجة، يعني وعاء، فيأتيه بها فيقرئه العهد من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول الرجل: جعلني الله فداك، أعطني رأسك أقبله، فيعطيه رأسه فيقبل بين عينيه، ثم يقول: جعلني الله فداك، جدد بنا بيعة، فيجدد لهم بيعة. هنا شخص من بني فاطمة وعلي عليهما السلام لا يرتاح للنهج الذي يتبعه الإمام عليه السلام، وهو على ما يبدو قد زاده الله بسطة في الجسم والشجاعة، فيعترض عليه بأن ذلك النهج من رسول الله صلى الله عليه وآله، فينبري له وزير الإمام عليه السلام المكلف بأخذ البيعة له من الناس ليضرب عنقه، فيمنعه الإمام من ذلك، ويظهر للرجل
عهد النبي صلى الله عليه وآله، الذي لا شك يكون مشفوعا بكرامة تجعله يصدق ذلك، فيبدي الطاعة ويجدد البيعة لإمامه. إن هذا النص يكشف كيف أن تقاطر الأفكار والمناهج والمدارس على مدى التاريخ قد أوجبت تجذرا للتشكيك في نفوس خاصة الناس فضلا عن عامتهم، بما يوجب لديهم حالة من الضبابية الدائمة تمنعهم من اتخاذ القرار لكثرة ما قيل ويقال من هنا وهناك. ومع ذلك طالما أن الأمر قابل للإصلاح، فإن صدره عليه السلام يتسع لكثير من هذه النماذج التي تشكل في العمق طاقات يمكن الاستفادة منها بعد إقامة الحجة عليها. من هنا